غالبا بيكونوا نسيوا اكيد كل حاجه. في سفر، في بسين، في نادي، في خروج، في لعب، فخلاص ما حدش يجي سيره بقى خلاص. مدرسه ولا خلاص مذاكره، كده. محدش يسالني على حاجه. لا انا عايزه اخلي احافظ على المستوى الدراسي اللي حصل عليه، او الحاجات اللي عرفها السنه اللي فاتت تحصيل والسنه اللي فاتت، بحيث ان لما ادخل على العام الدراسي الجديد ابقى لسه عندي متنشط على الأقل. بالظبط، مش اللي هو واقف خالص. بص انا هديكي مثال بسيط. مم. دلوقتي مثلا انا سايقه عربيه، اوكي، جيت ضربت فرامل مره واحده وقفت، فهبدا بعد كده عشان اقومها تاني لازم ايه؟ ادوس باور. تمام. فانا هنا كاني ببدا من جديد. لكن لو جيت مثلا انا هديت السرعه بتاعتها، شلت رجلي من على البنزين وهديت السرعه، حبيت اسرع تاني، اسرع في ساعتها من غير ما اعيد التشغيل، من غير ما ابذل مجهود. أيوة. نفس القصه المخ بتاع الطفل. انا لو جيت في فتره الاجازه وقفت خالص كل حاجه عن المذاكره، هو كده المخ دخل في حاله كسل. بس انا عايزه اقول لك انه احنا واولادنا بنبقى عايزين اجازه، عايزين اجازه، بس احنا ممكن نعمل مش حاجه حلوه. يعني لا كفايه مدارس كده، محتاجين نستريح. احنا ممكن نعمل حاجه حلوه قوي. في قنوات كتير بتقدم معلومات. ايوه. فانا ممكن اعمل له ساعه يوميا، بدل ما نقعد نتفرج طول اليوم على الكرتون، طول اليوم بنلعب، طول اليوم مش عارف، لا ساعه احنا هنتفرج على معلومات. تمام. نقعد عن الفضاء، عن التاريخ، عن اي حاجه بيحبها. فكده العقل عندي لسه متنشط، تمام، داخل فيها. فما وقفتوش خالص. نفس الوقت انظم له وقته. ايوه. بحيث ان انا ما يبقاش اليوم كله، في ناس بتسيب اليوم كله اولادها مثلا على الموبايل او جيمز. أيوة. فكده لا، ده خطر جدا. لا انت ليك ساعه في اليوم موبايل، ليك ساعه معلومات، ليك ساعه مثلا تانية اللي احنا لو الطفل بيعرف يقرا هنقرا كتاب، وتيجي تقول لي في الاخر، ولازم اتاكد على الحته دي، ان انت في اخر اليوم هتقول لي استفدت ايه من اللي انت قريته. تمام. وبعد كده عندك بقى ايه بقيه اليوم؟ لا هتقعد اللعب بقى اللي هي مثلا فك وتركيب، العاب، لو عنده تريننج في النادي، عنده اي حاجه، الحاجات دي كلها. فانا أيوة. كده وظفت ان هو ماشي معايا. في نفس الوقت ان انا اهتم في الاجازه باللغه الثانيه، برضه اديله مثلا ساعه يوم ويوم. في بعض المدارس بتدي بوكلت كده ملزمه يحلوها طول اجازه الصيف ويرجعوا يسلموها اول يوم في السنه او اول اسبوع في السنه. بالظبط. هل دي بتبقى مفيده؟ لانه غالبا العيال بيسيبوها للاهل يعملوها، يا بيجي اخر يوم او يومين في الاجازه يخلصها بسرعه ينقلوها من بعض، ولو اول يوم في الاجازه اصلا يخلصها وخلصت. بالظبط وانا لسه فاكر. ايوه. لا احنا مش بنمارس بالبوكلت. البوكلت ده طريقه اللي هي الاكاديمي. ايوه. انا مش عايزه الطفل اكاديمي، انا عايزاه ممارسه ان هو يبدا لا يتكلم. تمام. فده بيجي عن طريق ايه؟ بيجي عن طريق مثلا ان هو لو هديله مثلا كورس انجلش يفضل ماشي معاه، او كورس فرنش على حسب اللغه الثانيه اللي انا عايزاه يتمكن فيها. فهو مثلا مره في الاسبوع، بس المره دي عملت لي ليه تنشيط. ايوه. فانا مخليه على طول في حاله تنشيط، مش اللي انا خليته لا خالص نايم او بقى مكسل نهائي او مش متقبل فكره المذاكره. لا هو مره في الاسبوع، ساعه في الاسبوع، مش هتاثر مع الاسبوع، مع جدول حضرتك المزدحم. مش هتاثر، بس اللي هو تنشيط. طب انا مثلا ما عنديش اماكن قريبه مني لموضوع الكورس دوت اونلاين، ما عنديش الامكانيه الماديه ادخل مثلا على اليوتيوب. طبعا ما خلاش دلوقتي ان احنا برضه يسمع اي حاجه، يسمع أيوه. مجرد مقاطع، حتى لو فيديو مثلا كل يوم ويوم ربع ساعه فيديو. فيبقى كده احنا كده نشطناه في اللغه، وفي نفس الوقت ما انساهاش. ابدا اعوده مثلا ان انت النهارده هنتفرج مثلا على فيلم، هنعمل فاميلي داي مع بعض، هنتفرج على فيلم انجليش، ممكن مثلا في الاول نتفرج عليه بدون ترجمه، بس اعلي الصوت شويه بحيث ان هو الكلمه اللي قالها دي فيبدا اول مره يا ماما انت مش عارفه، يا ماما انت مش عارف ايه، عايز بقى يحس ان انا ده انا اللي عرفتك. ايوه. فيبدا مره على مره يبدا يجيب كلمات حتى لو هو مش عارف معناها. بس اهم حاجه يسمع. لازم يسمع، لازم العقل على طول داخل في دور التنشيط. ايوه. ان انا ما اسيبهوش خالص.